ضربة قطرية مزعجة للنادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية. تلقى مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الساعات القليلة الماضية ضربة موجعة قبل بطولة كأس العالم للأندية التي سيشارك فيها الفريق الأحمر الشهر المقبل في منافسات قوية يسعى خلالها لتحقيق نتائج إيجابية. وكشفت تقارير صحفية قطرية أن إدارة نادي الوكرة رفضت طلبا رسميا من النادي الأهلي المصري للحصول على خدمات لاعب خط وسطه الدولي المصري حمدي فتحي بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت صحيفة العرب القطرية أن المستوى المميز الذي قدمه حمدي فتحي مع الوكرة خلال الموسم الحالي كان السبب الرئيسي وراء قرار النادي القطري بالتمسك بخدمات اللاعب، والذي سينضم مؤقتا إلى صفوف الأهلي للمشاركة فقط في بطولة كأس العالم للأندية 2025. وأوضحت الصحيفة أن سبب عدم رحيل حمدي فتحي نهائياً يعود إلى تمسك إدارة الوكرة باللاعب، كونه يعد من العناصر الأساسية والمؤثرة في صفوف الفريق ويقدم أداء جيداً مع النادي القطري. وفي سياق متصل، رفض حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة المعار للنادي الأهلي الحصول على راحة سلبية تامة من التدريبات عقب انتهاء موسمه في الدوري القطري. وأشارت تقارير إلى أن اللاعب ينوي الانتظام في تدريبات خاصة تحت إشراف مدرب شخصي للحفاظ على لياقته البدنية والفنية استعدادا للمشاركة مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. وكان النادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن اتفاقه مع نادي الوكرة على استعارة حمدي فتحي لمدة شهر واحد فقط بهدف تدعيم صفوف الفريق خلال مشاركته في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية عام 2025. أحمد حسن: الموسم الحالي قد يكون الأخير لعلي معلول مع الأهلي. أكد نجم منتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد حسن أن الموسم الحالي قد يكون الأخير للنجم التونسي علي معلول داخل صفوف النادي الأهلي. وكتب حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: مصدر في الأهلي أكد أنه لن يتم تجديد عقد علي معلول بسبب أزمة عدد اللاعبين الأجانب في الفريق. وأضاف: اللاعب رفض مقترحا بتولي منصب داخل النادي لرغبته في استكمال مشواره وعدم الاعتزال مع نهاية الموسم. مصدر في بيراميدز يوضح حقيقة التفاوض مع رامي ربيعة. كشف مصدر داخل نادي بيراميدز حقيقة ما تردد حول وجود مفاوضات من قبل إدارة النادي مع مدافع الأهلي رامي ربيعة لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: لم تحدث أي مفاوضات من قبل إدارة نادي بيراميدز مع رامي ربيعة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأضاف: كان هناك مجرد اقتراح من أحد أصدقاء رامي ربيعة بشأن انتقاله إلى بيراميدز في حال عدم التوصل إلى اتفاق مادي مع النادي الأهلي لتجديد تعاقده. الأهلي يجمد مفاوضاته مع صفقة الزمالك المحتملة، والأبيض يقترب من الحسم. كشف مصدر مقرب من لاعب غزل المحلة محمد أشرف بن شرقي عن توقف مفاوضات مسؤولي النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بينما ما زالت عروض الزمالك وبيراميدز سارية. وقال المصدر: الأهلي والزمالك وبيراميدز تحدثوا مع بن شرقي لضمه، لكن اللاعب يحاول أن يختار النادي الأفضل الذي سيتيح له المشاركة في المباريات بصرف النظر عن قيمة الصفقة المادية. وتابع: بن شرقي يريد المشاركة حتى ولو كان المقابل المادي أقل، لذلك يرى أن فرصته في النادي الأهلي صعبة للغاية، كما أن النادي جمد المفاوضات من الأساس. وأكمل: بن شرقي يرى وجود أكثر من لاعب مميز في بيراميدز في مركزي الجناح وصانع الألعاب، لذلك ستكون المنافسة معهم صعبة. وواصل: الزمالك يفاوض اللاعب ويرى أنه الفريق الأقرب للانضمام إليه خلال الصيف المقبل، خاصة أن اللاعب نفسه لا يمانع الانتقال إليه بنهاية موسمه مع نادي غزل المحلة.